مش طلعت اسمها ابن بارون ديلون مش ابن بارم ديلو، يعني ديلو ما بيتبرمش. الجمله دي ليها قصتين. الاولى ان كان في شخصيه مرموقه اثرت في الثقافه المصريه اسمه البارون ديلون، ولما حد كان بيتفلسف شويه كانوا بيقولوا له انت هتعمل لنا فيها ابن بارون ديلون، وبعد كده اتحرفت. اما القصه الثانيه على لسان الجبرتي ان بارم ديلو ده كان لقب امير من الدوله العثمانيه اسمه سليمان بيك الارمني، وكان عنده ولد اسمه عثمان ومشهور عنه الشجاعه والوجاهه، ولما حد كان بيصطنع الشجاعه كانوا بيقولوا له انت فاكر نفسك ابن بارم ديلو؟ لما ده وشه يقطع الخميره من البيت معناها يقطع الخير والبركه عن البيت، واصلها يقطع الخميره من البيض، لان الخميره معروف عنها ان هي السبب في ان العجين بيكبر وبيتنفخ، فالجمله دي بتتقال لاي حد وشه نحس او شق. وطلعت اسمها كافي غيري شري، يعني ببعد الشر عن غيري. وفي كلام برضو بيتقال ان كافي خيري شري صح، لان معناها ان الواحد بيكتفي بالخير عن الشر. اما يد العدي دي طلعت غلط خالص، لان اصلها يألد الاعداء او يألد العدا، ودي بتتقال لما واحد بينده على حد بيكرهه. وكلمه شوباش اللي بتتقال في الخناقات طلعت اصلها فرعوني، لان الشوباشي ده هي التماثيل الصغيره اللي كانت بتتحط في المقابر حسب معتقدات المصريين القدماء عشان تردد الدعاء للميت. وبرضو كلمه يا عمر اللي بتتقال في الاحياء الشعبيه طلعت من العصر الفاطمي، ولان الفاطميين ما كانوش بيحبوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في اي موقف فيه سخريه كانوا بيقولوا وين كنت انت يا عمر، بس كانوا بينطقوا الاسم يا عمار، وهوب المصريين اخدوها وبقوا بيرددوها في الخناقات. يا لهوي يا لهوي طلعت يا الهي، وبرضو اتحرفت. اما تور الله في برسيمو بتتقال لاي حد عنده بلاده وما عندوش خبره خالص، واصلها تور لاهي في برسيمو، لان التور معروف عنه بعدم الادراك لما بيلاقي البرسيم عشان ياكله. دي كانت بعض الكلمات المصريه الشعبيه اللي اتحرفت. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، سبسكرايب للقناه، ويا ريت تفعلوا الجرس.